مواجهة صعبة. السلام عليكم. في مواجهة مثيرة جمعت بين المنتخب الجزائري ونظيره السويدي والتي انتهت ب4-3 لصالح السويد. لقاء أظهر الكثير من الإيجابيات والسلبيات على حد سواء. السويد بدأوا المباراة بقوة منذ الدقيقة الأولى وفرض ضغطا عاليا أربك دفاع المنتخب الجزائري، حيث نجح المهاجم كانسيما في تسجيل هاتريك مبكر ليضع فريقه في المقدمة. مع انطلاق الشوط الثاني ورغم محاولة المنتخب الوطني في التماسك، أضاف المنتخب السويدي هدفا رابعا في الدقيقة 56، لكن بعد الدقيقة 60 تغير وجه المنتخب الجزائري تماما لتظهر لمسة المدرب. فمع التبديلات التي أتت بالحلول جاء الرد سريعا عبر إسماعيل بن ناصر بهدف في الدقيقة 64، تبعه هدف بنزية في 71. الضغط تواصل وأسفر عن ركلة الجزاء ترجمها نبيل من طالب إلى هدف ثالث، لكن الوقت لم يسعف المنتخب الوطني بالعودة بالنتيجة رغم المحاولات الكثيرة خاصة من منجاه. رغم الخسارة قدم المنتخب الجزائري إشارات إيجابية في الشوط الثاني يجب البناء عليها. التحسن في الأداء الهجومي يحتاج إلى دعم بمنظومة دفاعية أكثر تماسكا، خاصة عند مواجهة منتخبات منظمة مثل السويد. المباراة كانت فرصة جيدة لتجربة العناصر الجديدة، لكنها في الوقت ذاته كشفت عن ضرورة إعادة ضبط التوازن التكتيكي للفريق قبل المباراة الرسمية القادمة. في الأخير نتمنى أن يتدارك الناخب الوطني أو أن يجد حلولا للأخطاء المرتكبة في مواجهة السويد، ونتمنى بالتوفيق لمنتخبنا في قادم المواعيد. كما لا تنسى الاشتراك في القناة ليصلك كل جديد.